هذا الذهب هذين اماناتهم، هذه امانات الناس والله انا ما اقول شهيدا. الاعصار طلع الخير اللي تحت الارض. مد ايدك كده تحت الانقاض وانت وحظك، يا يطلع لك جثه يا يطلع لك ذهب وبالكيلو كمان يا معلم. ايه اللي بيحصل في ليبيا بعد اعصار دانيال ده؟ وليه الكل بيقول ان الذهب الموجود ده ذهب وخير المصريين اللي ماتوا في الاعصار؟ تعالوا واحنا نحكي لكم الحكايه. مشاهد كتير مأساويه شفناها في اعصار دانيال الايام اللي فاتت، بيوت مهدوده وناس جثثها في كل حته، ومدينه بالكامل بسكانها اختفت من على الارض وما بقالهاش اي وجود. الكل كان حزين ومصدوم من اللي بيحصل، لكن اليومين دول المشهد اتغير تماما، من الحزن والدموع لعلامات التعجب وفرحة عند البعض. طب ازاي ده حصل؟ انتشرت فيديوهات كتيرة الساعات اللي فاتت من فرق الإنقاذ اللي موجودة في ليبيا، وهي بتعاين وبتتأكد من البيوت المهدومة اللي وقعت تحت الأنقاض، علشان يتأكدوا إن كل الجثث تم انتشالها. لكنهم لقوا حاجة غريبة مفيش حد يصدقها. كل لما كانوا يمدوا ايديهم تحت الأنقاض يلاقوا ذهب، والذهب ده مش اسورة ولا سلسلة، لا دي سبايك وجنيهات ودراعات كمان. ذهب يعيش صاحبه زي الملوك. لكن الغريب ان فرق الانقاذ كلها كانت بتقول ان الذهب ده ذهب المصريين وخيرهم. طب ليه بيقولوا كده؟ الذهب ده فعلا ملك المصريين، لان المنطقة اللي لقوا فيها الكميات دي كلها كانت بتاعت مصريين، واللي اغلبهم كان فاتح محلات ذهب. ولما جه الاعصار سوى المحلات دي كلها بالارض، علشان كده الذهب اتدفن تحت الانقاض معاها. ده غير كمان انه كان فيها مصريين كتير عايشين هناك اكتر من الليبيين نفسهم، علشان كده الكل بيأكد ان الذهب ده بتاع المصريين اللي ماتوا. وناس تانية بتقول ان المنطقة دي كان فيها اكتر من محل صاغة ومصانع خاصة بإعادة تصنيع الذهب والذي منه، والذهب ده كله شكله جديد بأشكال جديدة وصنع جديد، يعني مش استعمال شخصي ولا حاجة ولا حتى بتاع محلات، لأن مفيش محلات هتعمل أشكال وأحجام كده. الناس سابت المصيبة اللي هم فيها وسابوا الضحايا والأزمة اللي حصلت بسبب الإعصار، والكل بقى بيتخانق عن الذهب ده بتاع المصريين ولا الليبيين. ده مش بس كده كمان، ده في ناس راحت قالت ايه تساعد فرق الإنقاذ علشان طبعا ينالهم من الحب جانب، واللي يلاقي حاجة ياخدها لنفسه، فلوس بقى، ذهب، أي حاجة تيجي في طريقه، ولو حتى الحاجة دي كانت مدفونة في وسط الجثث والضحايا. تفتكروا فعلا الذهب ده بتاع المصريين ولا الليبيين؟ وهل يحق لفرق الإنقاذ إنها تاخده بعد ما لقيته؟ وليه الذهب ده ما ظهرش أو حتى تم الإعلان عنه غير بعد أيام من انتشال الضحايا والجثث؟